السلام عليكم. أغلبية ديال السائقين كيعتقدوا أن السرعة هي الحل الوحيد باش يوصلوا في الوقت للمكان المطلوب، وبالتالي الزيادة في السرعة وتعدي الحدود المفروضة بدون مراعاة المكان أو الظروف اللي موجودين فيها. مجال السلامة الطرقية كتعتبر السرعة العامل الأساسي في الزيادة ديال الحوادث والخطورة ديال الاصطدامات، فكل ما كانت السرعة كبيرة كل ما كينقص المجال البصري ديال السائق، مسافات الحصر كتضاعف واحتمال النجاة بالموت كينقص في حالة الاصطدام. معلومات إضافية: السير ب 60 كم في الساعة عوض من 50 كم في الساعة، يعني ب10 كيلومترات ديال الفرق في التجمعات السكنية. السائق ما غادي ينقص عليه إلا 2 ديال الدقائق فقط. أما في حالة وجوده في طريق السيار والسير بسرعة ديال 130 كم في الساعة بدلا من 120 كم في الساعة، أي بزيادة ديال 10 ديال الكيلومترات في الساعة، السائق ما غادي ينقص عليه تقريبا إلا 7 ديال الدقائق. وما ننساوش كذلك خطورة قوة الاصطدام كل ما زادت السرعة. لكم الاختيار. عند وجود علامات تحديد السرعة في مكان ما، فهذا كيعني أن المكان اللي محطوطة فيه هذه العلامة كيشكل خطر على السائقين، وبالتالي واجب عليهم يلتزموا بالأوامر والمعلومات اللي كتوفرها لهم هذه العلامة. فبالنسبة للدراجات النارية وداخل التجمعات العمرانية، السرعة محددة في 60 كم في الساعة. خارج التجمعات العمرانية السرعة محددة في 100 كم في الساعة. وفي طريق السيار السرعة محددة في 120 كم في الساعة. بالنسبة للدراجات بمحرك أو دراجات الثلاثية أو الرباعية العجلات بمحرك، فداخل التجمعات العمرانية فالسرعة ما خاصهاش تعدى 40 كم في الساعة. خارج التجمعات العمرانية 60 كم في الساعة، وممنوع عليها السير في طريق السيار. المركبات اللي ما كيفوتش الوزن ديالها محملة والمسموح به واللي هو 3500 كيلوغرام، يعني 3 طن ونص، داخل التجمعات العمرانية السرعة محددة ب 60 كم في الساعة. خارج التجمعات العمرانية السرعة محددة في 100 كم في الساعة. وفي طريق السيار السرعة محددة في 120 كم في الساعة. بالنسبة للسيارات الأجرة يعني الطاكسيات، فداخل التجمعات العمرانية السرعة محددة في 60 كم في الساعة. خارج التجمعات العمرانية السرعة محددة في 90 كم في الساعة. وفي طريق السيار السرعة محددة في 120 كم في الساعة. مركبات النقل العمومي اللي الوزن ديالها أكثر من 3500 كيلوغرام محملة بلا ما تفوت 10 طن، السرعة محددة داخل التجمعات العمرانية في 60 كم في الساعة، ومحددة خارج التجمعات العمرانية في 90 كم في الساعة، ومحددة في طريق السيار في 100 كم في الساعة. مركبات نقل البضائع اللي الوزن ديالها محمل أكثر من 3500 كيلوغرام يعني 3 طن ونص بلا ما تفوت 12 طن، السرعة ديالها محددة داخل التجمعات العمرانية في 60 كم. خارج التجمعات العمرانية السرعة ديالها محددة في 90 كم في الساعة. أما في طريق السيار فالسرعة ديالها ما خصهاش تعدى 100 كم في الساعة. مركبات نقل البضائع اللي الوزن ديالها محملة أكثر من 12 طن بلا ما تتجاوز 19 طن، السرعة ديالها محددة داخل التجمعات العمرانية في 60 كم في الساعة. خارج التجمعات العمرانية في 80 كم في الساعة. وفي طريق السيار ب 90 كم في الساعة. مركبات نقل البضائع اللي كيفوت الوزن ديالها محملة 19 طن داخل التجمعات العمرانية ما خصهاش تفوت 60 كم في الساعة. خارج التجمعات العمرانية ما خصهاش تفوت 70 كم في الساعة. وفي طريق السيار ما خصهاش تتعدى 80 كم في الساعة. السرعة محددة كذلك بالنسبة لمركبات الإغاثة المحملة بدون ما تتجاوز 10 طن داخل التجمعات العمرانية 60 كم في الساعة. خارج التجمعات العمرانية 40 كم في الساعة. وفي طريق السيار 70 كم في الساعة. بالنسبة لمركبات الإغاثة المحملة عن تجاوزها 10 طن، فداخل التجمعات السكنية ما خصهاش تتعدى 60 كم في الساعة. خارج التجمعات السكنية ما خصهاش تتعدى 30 كم في الساعة. وفي طريق السيار ما خصهاش تتعدى 60 كم في الساعة. نردوا البال: السرعة المنخفضة بشكل غير عادي بدون سبب
كيشكل عائق على مرونة وسيولة السير، وبالتالي كيتعتبر ممنوع. نرجعوا لسؤال الحلقة. تجاوز السرعة المسموح بها ب 50 كم في الساعة كتعتبر خطأ، وبالتالي جنحة كتأدى عليها. غرامة مالية كتقدر على الأقل 4000 درهم، الجواب 1. غرامة مالية كتقدر على الأكثر 8000 درهم، الجواب 2. خصم 4 ديال النقاط، الجواب 3. خصم 6 ديال النقاط، الجواب 4. الجواب الصحيح هو الجواب 1، 2 و4. إضافة للغرامة المالية والخصم النقاط، فالسائق اللي كيتعدى 50 كم في الساعة كيتعتبر سائق متهور، وكيتم توقيف الرخصة ديالو ما بين شهر حتى 3 شهور. في حالة العود فكيتعاقب كذلك بالحبس من شهر إلى 3 شهور، والغرامة المالية كتضاعف ما بين 10000 درهم حتى 15000 درهم، أو عقوبة واحدة من هاد الجوج.